ان شاء الله احنا تحت رعايتكم هيتم تكريم امهات الشهداء في عيد الام. في عيد الام خلينا نقول هم يعني اتنين في واحد، احتفالين في احتفال. بداية احب واعز واغلى ام لينا هي ام الشهيد. ايا ما كان بقى الشهيد ده رجل شرطة، رجل قوات مسلحة، شاب من شبابنا الغاليين علينا اللي يعني بننعيهم وبنبكيهم بالحسرة على فراقهم، إلا إن إحنا عايزين يعني هؤلاء السيدات يعني الملكوم قلوبهم بالحزن، ان احنا نقول لهم احنا كلنا ابنائكم، ان يعني كلنا فاكرينكم، كلنا بندعي لشهدائنا وبنكرمكم، ان يعني مفيش ام مثاليه اكتر من يربي في ابنها التضحيه بنفسه علشان خاطر بلدنا الغاليه العزيزه للاسف بتتعرض لمؤامره من مجموعه من الجبناء اللي لا يعنيهم غير مصالحهم الشخصيه ويعني اخباد سيطرتهم على زمام الامور في البلد، اللي رفضاهم بكل طوائفها بسبب فشلهم بدايه في ادارتهم للبلد، كذبهم، ومؤخرا بسبب ارهابهم وعنفهم الغير مبرر مع ابرياء كل ذنبهم ان هم بيقوموا بواجبهم بدون عمل. تقدر تقول لي ايه لام الشهيده النهارده في يوم عيدها؟ والله انا بقول لك ما تحزنيش، ومش هقول لك ادعي للشهيد، ده هو اللي هتشفع لك، يعني هو مش محتاج منك ده، وانت ان شاء الله تلقيه في الجنه باذن الله. اقول لك ان اغلى شيء في الدنيا دي كلها هو دمه، اللي يعني بسبب احنا بقينا نتنفس يعني الحريه حاليا. ربنا يا رب يحتسبه من الشهداء ويصبرنا كلنا وانت معانا، وان شاء الله يكون شفيع ليكي في الجنه باذن الله. وتعالي واحضري معانا في مركز الشباب مكرم عبيد علشان كلنا نظهر الحب ليكي والحب لابنك الغالي الشهيد رحمه الله. كم واحده من امهات الشهداء هتحضر ان شاء الله الاحتفاليه دي؟ والله احنا هو التكريم رمزي، فهيبقى فيه 10، وهنحاول نكرر الموضوع. يمكن دي مش اول مره احنا كرمنا امهات الشهداء قبل كده في محافظه القاهره مع الدكتور جلال مصطفى سعيد، واطلقنا اساميهم على الشوارع داخل القاهرة وعلى المدارس وعلى مراكز الشباب، ومستمرين في التكريم، لأن مسلسل افتلاء الوطن والشهادة مازال مستمر. فإن شاء الله بكل حب هنلقاكم، كل حب هنذكر شهدائنا بالخير وهنبرز بطولاتهم، وده اقل واجب يعني. مع تكريم ام الشهيد، هل في ام مثاليه مختارينها او في امهات تانية من المجتمع؟ لا، يمكن احنا على مستوى الاداري في المديريه احنا عاملين احتفاليه بمناسبه عيد الام، ودي بنكرم فيها السيدات الفضليات المثاليات من العاملين في المديريه. ويمكن السنه دي احنا حاطين شروط ان السن ما يقلش عن 55 سنه، وان فعلا يكون فيه قصه كفاح. عندنا نماذج كتير جدا ان زوجها توفى وربت ابنائها وعلمتهم تعليم عالي، بل بالعكس وجوزتهم. فهنبرز الضوء على هذه العناصر المشرفه المضيئه عشان يكونوا قدوه لغيرهم، وعلشان برضو ده واجبهم علينا ان احنا نكرمهم. لكن على مستوى الشعبي احنا بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعيه بنكرم الامهات المثاليات اللي هم، والسنه دي هتلاقي فيه واحده من الباعة الجائلين او الجائلات، وهي سيده معيده وربت 7 ابناء، وال7 ابناء كلهم تعلموا تعليم عالي وكلهم حافظين للقرآن. فأنا بقول مصر بخير والله، برغم كل اللي بيحصل ده عندنا حالات فردية من الكفاح
يعني بتبعث فينا وفي مصر كلها الامل. فان شاء الله في الوضع على المستوى الشعبي مع الشؤون الاجتماعيه عاملين تكريم للامهات المثاليات، وده هيكون في محافظه القاهره ان شاء الله خلال الاسبوع الاخير من هذا الشهر. وايضا على مستوى العاملين احنا بنكرم بالضابط اللي قلناه لحضرتك، وتكريم ام الشهيد ده التحدي والاعز والاغلى على قلوبنا. بالنسبه للشرطه احنا اطلقنا اسامي شهداء الشرطه على مراكز الشباب داخل القاهره. بالنسبه للشهداء الثوره والشباب، وانت لاحظت جيكا وكريستي ومحمد الجندي وشيخ رفعت ودانيال، كل مينا دانيال، كل دول احنا اطلقنا اساميهم على الشوارع المهمه داخل القاهره، وحضر الاحتفال واهالي الشهداء مع محافظ القاهره، وتم فعلا تفعيل ده بشكل كويس جدا، وده اقل واجب يعني. وبعدين النصب اللي اتعمل في ميدان التحرير بشكل رمزي، وان شاء الله يتعمل نصب متميز جدا ان شاء الله، بيتم تصميمه وهيتم تنفيذه ان شاء الله. نقدر نقول ان الدوله مش هتقدر تتخلى عن شهداء الوطن ولا عن مساعدتهم دايما يعني. والله يا فندم بص، هو الموضوع اكبر من كده يعني. هو الموضوع اي مكان التكريم او التعويض المادي كل ده كلام فارغ، مفيش حاجه تعوض شبابنا وارواحهم اللي راحت على ايد الغدر والخيانه، لكن ليهم ان هم يفتخروا ان هم اصحاب الفضل على اللي مصر فيه حاليا ويعني في الفتره اللي جايه. احنا انتهينا الحمد لله من كتابه شهاده ميلاد مصر الحديثه بالانتهاء من الدستور واقراره. ان شاء الله عندنا الاستحقاق الثاني هو انتخاب رئاسي، وربنا يوفق والناس تقدر تختار صح المره دي. بعد كده انتخابات الشعب خلاص، يبقى احنا بنتكلم في دوله حديثه ديمقراطيه عمرها ما حصلت في مصر، وده اللي احنا منتظرينه علشان الانطلاقه الكبيره في الاقتصاد وفي التنميه بالشكل اللي يليق بالشعب المصري.